السلام عليكم متابعينا الكرام. حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الشمالية من الوطن طيلة نهار اليوم الأحد، وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية أعلنت عن تساقط أمطار رعدية على الولايات التالية: البويرة، تيزي وزو، مسيلة، برج بعراريج، سطيف، بجاية، جيجل. كما أن كمية الأمطار تتراوح من 20 إلى 40 مليمتر، وتتعدى 50 بداية من الساعة 3 صباح اليوم إلى غاية الساعة 6 مساء. وفي نشرية ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية تتعدى 50 مليمتر أحيانا على الولايات التالية: عين الدفلة، شلف، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازا، تيار، تيسمسيلة، تلمدية، البوليدة، الجلفة، حيث أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية 3 مساء. كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 3 بعد زوال اليوم الأحد، تستمر إلى غاية الساعة 9 ليلا على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيد، النعامة، البيض والأغواط، بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 3 بعد زوال اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية منتصف الليل على ولاية الميلا، قسنطينة، قلمة، سوقهراس، أم البواقي، تبسخ، نشلة وباتنا.